السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واش راكم بروكا؟ الموضوع اللي غنهضروا فيه اليوم غادي نهضروا على النرجسي. هنا النرجسي يا إما تيكون الزوج تيكون نرجسي، أولا الابن كيكون نرجسي، أولا الأب حتى هو كيكون نرجسي، أولا البنت حتى هي كتكون نرجسية. يعني هنا راه ماشي غير الزوج اللي كيكون نرجسي، راه ممكن حتى الاب يكون نرجسي ويكون يعني المهم كيكون فظ وغليظ القلب مع وليداته، ما كيحنش عليهم، ما كيعطفش عليهم، ما كيسيرش عليهم، ما كي المهم الحنان ما كيعطيش لهم نهائيا. هذاك كيتسمى نرجسي. وبالنسبه للزوج هنا غادي نهضروا حنايا على الزوج اللي كيكون نرجسي مع المراه ديالو. برا تيكون معقول وتيكون يعني عنده واحد القيمه وعنده واحد يعني برا بانه معروف بانه انسان مزيان، انسان خلوق، انسان مهذب، ولكن في الداخل ديال البيت ديالو تيكون نرجسي، ما تيعقلش على المراه، تيبغي يفرض السيطره على المراه ديالو، تيبغي يقول الهضره وهي ما تشاركوش فيها، تيبغي يفرض عليها شي حوايج وهي ما باغياش داك الحوايج ديال اللي كيقول هوايا، تيفرض عليها شي حوايج. المهم كيقول ليها شي حوايج ما كيعترفش ليها حتى بالجميل، ما كيعترفش ليها بالجميل. تيكون نرجسي، يعني الحق ديالها ما كتاخذوش منه نهائيا، ما كتاخذش الحق ديالها نهائيا، وما يمكنش ليها تصلح ما بينها وبينه. الصلح ما كاينش، يعني تصلح داكشي اللي هو فيه ما يمكنش. الا جات تصلح داك المشكله اللي كاينه عنده راه غادي تدمر، لانه هويا نرجسي، داخلو الشيطان. ابليس نهار اللي طلب منه باش يركع امام ادم، بالتكبر ديالو ما بغاش يركع. هنا يعني بالتكبر ديالو وبسميتو بداك التكبر ديالو وبحال دابا مثلا هكايا داك العناد ديالو ما بغاش يركع. اذن هنا سما شيطان رجيم وتيدخل البنادم وتيخليه نرجسي. اذن هذاك راه داخلو الشيطان. يعني راه الا ديتي الحق من الشيطان غادي تدي الحق حتى من داك الزوج النرجسي. هنا اخواتي هاد النرجسي يعني كيقدر يكون كيصلي، يقدر يكون كيسبح، يقدر يكون كل شيء، ولكن هنا ما كياخذش الحقوق ديال ديك المراه. بغات تمشي عند والديها ممنوع، بغاو يجيو عندها والديها ممنوع، بغات تخرج مسكينه تمشي لشي بلاصه ممنوع. يعني الحقوق ديالها كامله ما كيخلي لها حتى شي حق ابدا. الحقوق ديالها كامله حتى شي حق ما كيعطيه ليها. هو تيصلي، هو تيعبد الله، هو تيسبح، وكتلقاه في سميتو في الجامع هو الاول، وتلقاه يعني كيأدي الواجبات كاملين، ولكن مع المراه ديالو ما كيأديش معها الواجب نهائيا، كيخليها ديما مدمره، ديما كيخليها مدمره. هنا راه ما يمكنش ليك تعندي الراجل ديالك صافي. هو راه الا جيتي تعنديه راه غادي تدمري بخطره، راه ما عمرو غادي تصلح ابدا ابدا ابدا. لان كل ما جيتي تهضري معاه او لا يعني تصلحي داك المشكل اللي ما بينك وبينه، او لا هو علاش حقر عليك او لا شي حاجه، الا وتيعطيك شي هضره اللي ما تصبريش ليها، شي هضره اللي غتبقى تحك وتدك فيك. هذيك الهضره تيبغي هو ديما يكون هو الحق. يلا انا قلت واحد الحاجه، راه ديك الحاجه اللي قلت انا هي اللي خاصها تكون، وانا كنقول الحق، ما كنقول شي حاجه اللي واخا راه يعني راه في الحقيقه راه ما خلى ما دار فيك، ولكن راه مزق لك القلب ديالك، مزقوا لك لداخل، ولكن كيبقى ديما هو الحق ديالو هوايا، وانت راه ما عندك حتى شي حقوق في سميتو، ابدا ما عندك حتى شي حقوق. النهار اللي كيجي عندك وتيجي مسالم وتيجي وتيقول لك حكا راه ما بقى، راه انت هي اعز وحده عندي، وانت ما كاينش بحالك، وانت هادي، هنا تيخصك تخافي منه. علاش جا هو كيمدحك وتيقول لك بانك
انت هي كل شيء في هاد الدنيا، وانا من غيرك انا ما كنبغي حتى شي وحده، وانا حكا راه انا ديك الهضره واخا قلتها سامحيني عليها ولا شي حاجه، انا خصك تخافي منه. يا اما بغاك تشاركيه في شي حاجه اللي جاتو صعيبه، او لا بغا ياخذ منك الفلوس. هذه جوج ديال الحوايج. هذاك النرجسي نهار اللي كتشوفيه جا دخل عندك الدار وكيبتسم ليك وتيقرب لعندك وتيمدحك، عرفيه راه هنايا يا اما بغا شي حاجه تعاونيه فيها، يا اما بغا ياخذ منك الفلوس ديالك، بغا يسلم منك الفلوس ديالك. اما هو راه نرجسي، راه ديك النرجسيه ديالو ما يمكنش تحيديها منه ابدا. هنا شنو غادي ديري؟ صافي الا عندك معاه الوليدات ما عندك ما ديري. الا انت ما كانوش معاك، الا كان ما عندكش الوليدات معاه، غير سيري بحالك، غير انسحبي. الا ما كانوش عندك الوليدات ديالك، الوليدات يعني ما بينك وبينه، كان عندك الوليدات ما عندك ما غادي ديري، غادي تصبري. ولكن حاجه وحده خلي عليك، صافي انت انسحبي، ما تهضريش معاه، ما تكلميش معاه، ما تناقشيش، خليه في داك الحال ديالو. واخا يقول شي حاجه ما تسمعيش ليها نهائيا، صافي ما تسمعي ليه الهضره ولا الكلام، خليه يهضر حتى يعيا ونقول حتى يعيا، وفي الاخر راه غادي يسكت بحالاته. صافي في الاخر راه غادي يضعف ويسكت بحالاته. هنا اخواتي غنقول لكم واحد الطريقه هي اللي غديروها ان شاء الله بحول الله. غادي تنوضي مع الصباح، غادي تشدي القران، غادي تقراي سوره البقره. سوره البقره الا قريتيها كامله راه ما تيبقاوش الشياطين دايرين بيك، والشياطين ما كيبقاوش دايرين به هوايا. الا قريتي سوره البقره الشياطين ما تيبقاوش عندك في الدار نهائيا، تما تيضعف هو. صافي الشياطين اللي كانت ملبساه ما كتبقاش، لانك قريتي سوره البقره. ومن الاحسن الا قريتيها انت بفمك، الا استمعتي ليها من الاحسن الا قريتيها انت بفمك تيكون احسن. صافي هنايا نقرا سوره البقره حتى نكملها، صافي عرفي ديك الساعه راه غادي يضعف، راه ما غيبقاش كيف ما كان. الا استمريتي عليها اليوم، استمريتي عليها غدا، واستمريتي عليها بعد غدا، واستمريتي عليها بعد غدا، راه ان شاء الله الرحمن الرحيم الشياطين ما غتبقاش تدور به نهائيا. وغادي تولي نتيا هيايا الحمد لله غادي ترتاحي ما شاء الله. صافي هويا الشياطين ما غتبقاش دايره به، لانك قريتي السوره ديال البقره في الدار ديالك، الشياطين كلها هربت. صافي حتى هويا غادي يضعف، وغادي صافي غيبقى غادي نيشان، ما غيتحرك لا هكا ولا هكايا، وما يمكن يدير معك حتى شي حاجه ان شاء الله بحول الله. هذه هي الطريقه. النرجسي ما تثقيش فيه نهائيا، عمرك ما تثقي فيه الا بسوره البقره نقراها. وشنو قال الله سبحانه وتعالى؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نقرأ سورة البقرة. سمعتوا هذه الآية شنو كتقول؟ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. كاينه في سورة الأعراف. هنا غيبقى واحد الحجاب ما بينك وبينه. الا قريتي سوره البقره والله العظيم غيبقى واحد الحجاب ما بينك وبينه، صافي الشياطين كلها غادي تمشي وغيبقى داك الحجاب ما بينك وبينه. هنا الا شتيه كينقر ولا شتيه بحال هكايا كيقول شي هضره اللي ما هياش ما استحمليهاش، شنو غنقرا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الوجه ديالو، ما نردش عليه نهائيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه اللي غنبقى نقراها ملي غيبقى بحال هو هكايا نقول ويبقى يقول شي هضره اللي ماشي هذيك، انا نرتاح مع راساتي، نرتاح ونقراها سهله. هاد الصوره سهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وما نديهاش في الهضره اللي كيقول لي هوايا، وتشوفي ان شاء الله واش غادي ترتاحي او لا ما غاديش ترتاحي. اقسم بالله تا غادي ترتاحي. ولا قريتي سوره البقره ما شاء الله، ما قديتيش قرايه كامله، قراي النص وخلي النص حتى الغدا. المهم انك كاينه البركه عندك في الدار. قريتي النص ديال سوره البقره، الا ما قديتي تكمليها ولا قديتي تكمليها راه الا داومتي عليها راه ما تديش لك حتى ساعه ونص، ما تديهاش ليك، وغادي تكوني تخلصتي من هذا النرجسي. هذه هي الطريقه اللي غديروها اخواتي، وصافي هو راه غادي صافي، يعني صافي غادي ينهزم وصافي، وما غادي يبقى يدير معك حتى شي حاجه. صافي غادي يضعف 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 حتى لاقصى درجه. هذه اخواتي باش غادي تحاربوا النرجسي. اما بشي محاربه اخرى راه ما يمكنش تحاربوها، راه غادي يدمرك الا قريتي سوره البقره. ومنين تشوفيه بحال هكايا مثلا كيهضروا على شي حاجه، سوره الكوثر قريها في الوجه ديالو. انت كتقريها ماشي بالجهر، انت كتقريها، هو تينقول انت كتقريها. وهذه الطريقه اخواتي اللي غديروها ان شاء الله بحول الله. كنتمنى اخواتي باش تحاربوا هذاك النرجسي بهذه الايه، بهذه الصور القرانيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا اخواتي، والى الملتقى ان شاء الله.